قد صرت طبيبا يا بشرى ما خاب رجاء ليالينا، قد بات عنائي ذا ذكرى واليوم تفوح أمانينا. أنا هذاكر عشان أبقى دكتور، صدقيني. يعني كل واحد واحدة فيكم لو صدق نفسه ومسك في حلمه الوضع هيتغير خالص. سيبك من المشاعر السلبيه، سيبك من صاحبك اللي يقولك اصل انا ما بفتحهاش وهو مقطع الدنيا وانت مالكش دعوه بيه. انك ما عندكش حماس دي مصيبه كبيره، لان حضرتك كده نسيت حلمك. فاكر الهجوم اللي كان حصل في اول السنه؟ فاكر الكلام ده؟ نسيت الحلم اللي انت كنت داخل السنه عشانه، نسيت الهدف اللي انت رسمه اصلا من 3 4 5 سنين، نسيت الحلم اللي اهلك بيحلموه فيك. لازم تفتكر كل الاحلام دي وتحطها قدامك كده نصب عينيك. طب ده بالنسبه للحماس. بالنسبه بقى يا دكتور، لان انا اصلا مخنوق، عايز اشكي دايما، عايز اقول همومي دايما، عايز اعيط على طول، عايز اصيح على طول، عايز انصب النكد والغم على طول في كل حته حواليا، وعايز اوزع طاقه سلبيه على الناس كده. اعمل ايه؟ شوف يا سيدي، ما تشكيش لحد وما تسالش حد. عندك رب كريم، ربك اللي خلقك اساله، ربك اللي خلقك اشكي. حاسس ان انا تايه، خايف. ماله صاحبك؟ بصراحه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا هندسه؟ الحمد لله يا مستر. عامل نفسك مترلي كده؟ بصراحه حاسس ان مفيش وقت، حاسس ان انا تايه، مش هعرف اوصل للي انا عايزه. لان نفسي احيانا كتير بتقول لي تعالى ننسحب. في مواقف كتير بنتعرض ليها، ومواقف كتير نفسي بتقول لي مستحيل نتجاوزها، ننسحب بكرامه وبشرف. بس كنت بقول لها طب وهنخسر ايه؟ طب ما نجرب نبذل مجهود ونجيب اخرنا، واللي يحصل يحصل. اللعبه لعبتك يا هندسه، يبقى تكفيها لحد لما تموت. وبعدين خلي ربنا يرى منك انك فعلا 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 بتعمل اللي عليك، انك فعلا بتحاول وبتسعى وبتجاهد. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل تركيزك في الفترة اللي جاية انك ايه اللي مطلوب منك وتعمله وتسعى ليه باقصى جهد قدر استطاعتك. لكن بقى فكرة اصل ايه اللي هيحصل والنتيجة وماذا لو وشكلي قدام الناس وافرض ما وفقناش، مش بتاعتنا. النتائج مش بتاعتنا يا هندسة. اتفقنا يا مستر. السلام عليكم. حد عنده اي استفسار يا جماعه؟ عايز اديك نصيحه اخيره، يمكن برضو في ناس ممكن نبقى اخر مره نشوف بعض الفتره ديت على الاقل. اسمع يا قلبي لو سمحت، لوجه الله لوجه الله لوجه الله، بعد اذن حضرتك، لو احنا كلنا تكاتفنا عشان نخلي حضرتك احسن واحد في الحياه مش هنعرف، والله العظيم. ليه؟ لان انت مش هينفع تبقى احسن واحد في الحياه الا لما انت تقرر ان انت تبقى احسن واحد في الحياه. وهتقرر امتى؟ لما تبذل تضحيه تستاهل ده. معظم للاسف الطلبه هي طول الوقت بتحاول تدور على حلول تخليها ما تعملش التضحيه اللي هي عارفه كويس جدا ان هي لازم تبذلها. فطول الوقت عمال يسال ده ويروح على ده، حل يا جماعه. طب ويخش يصبر ضميره ويهدي ضميره كده عشان ما يأنبوش. طب امشي على جدول، طب امشي على خطه، طب اسال صاحبي، طب اجرب، طب ابدا من 1، طب ابدا من 2، طب ابدا الصبح، طب اذاكر بالليل، طب اذاكر المغرب، طب اذاكر العصر. كل ده هو عايز يمشي في اي طريق، ما هذا الطريق الوحيد اللي هو عارفه ان انا لازم اتعب. ومهما تروح لاي واحد عشان يعرض عليك حل، الحل ان حضرتك ايه؟ هتذاكر. طب ما تحل لي الموضوع، ما انت هتذاكر. حله ان حضرتك هتتعب. الموضوع متعب، قلت لك الموضوع مقرف، ومش متعب بس متعب. اي حاجه فيها ارهاق ذهني واي حاجه بتؤدي للنجاح هي حاجه متعبه، حاجه متعبه في الحياه. فما تبقاش بقى يجي الولد في الفتره دي يقول لك ما هي المشكله ان المدرسين كلهم بيضغطوا علينا، وكأن كل مدرس هو ما فيش غير مادته لوحده، كلهم بيكبسوا عليك. كل مدرس هو فاكر نفسه بيدي عربي بس، انا بدرس غير عربي، فاكر نفسه ما باخدش الانجليزي، فاكر نفسه ما باخدش الا فيزياء انا كيمياء. ايوه يا حبيبي انت بتاخد كل المواد صح، بس انا لو ضغطت عليك، تعالى نحسب الموضوع بطريقه مختلفه. هنفترض ان انا ضغطت عليك في العربي وغيري ضغط عليك في الفيزياء وغيري ضغط عليك في الكيمياء، انا موافق ماشي خلاص. انت لما اتضغط عليك عملت الحد الادنى اللي كان المفروض تعمله؟ يا ريتك. ده انت اتحججت عشان تتحجج ان المشكله مش فيك، وقلت المدرسين ضغطوا عليا، قلت انت عملت ايه؟ سبت كل حاجه. مش احنا المفروض ضغطنا فبنسبه زياده 30%، فانت تسيب 30% وتعمل ال 70 اللي هو الحد الادنى؟ لا، ده انا ضغطت مثلا. لو فعلا احنا ضغطنا، انا ضغطت، فانت عملت ايه؟ والله طب والله العظيم ماشي هوريك. الله انا ارحم احد. مش منطق يا جماعه. فده بيرجع لان حضرتك اصلا من جواك مش متصالح مع نفسك. احيانا لازم حضرتك تبقى متصالح مع نفسك، وحضرتك عارف كويس جدا 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 ان اي مشكله واي اخفاق بيمر بالانسان ان هو السبب فيه. هتفضل ترمي السبب فيا، في والدك، في والدتك، في اخواتك، في اصحابك، في المدرسين، في البيئه، في المجتمع، في الوزير، في مش عارف ايه. هتعمل اي حاجه في النهايه طول ما انت مش مقتنع ان انت المقصر هتفضل زي ما انت كده. هيعدي شهر 12 في
في 1 في 2 في 3 في 4 بتعرض نفس اللي انت بتعرضه من شهر 9 ومن شهر 10. يا مستر الحقنا نلم ازاي ونعمل ايه؟ لازم يا بابا قبل ما نتفاوض في اي حاجه تبقى انت معترف الاول ان في تقصير من عندك، لان لما تعترف ان انت مقصر ساعتها هتتقبل ان انت تقدم تضحيات عشان نعالج التقصير. لكن المشكله في الناس، روح بقى عالج الناس. هنفضل نتباكى ونتشاكى، وهو نفس الولد اللي بيفضل متشاكي وبكاء شكاء، هو الولد ده اللي بيكبر شويه في الجامعه بيبقى بنفس الوضع، هو شويه اللي بيتخرج وبيشتغل بيبقى نفس الوضع، فيفضل يتكلم كده في وسط القعدات يقول لك فلان سبحان الله، واحد فلان ده كان فين وبقى فين، واحنا الواحد زي محلك سر. دنيا غريبه. مش الدنيا اللي غريبه، انت اللي غريب اللي انت قررت تعيش حياتك مرتاح ومن غير ما تقدم تضحيات، وكمان تتعجب ان انت تفضل زي ما انت. ما دي حاجه منطقيه يا جماعه، حاجه منطقيه. انت كنت منتظر ايه؟ ان انت تكافئ على عدم تعبك؟ ده منطقي. فتقبل ده. لو انت مش قادر تقدم التضحيه دي، تقبل فكره الخساره، ان مش مهم بقى تجيلي اي حاجه، فعلا تبقى متقبل وراضي ان ده مش من حقك. مفهوم يا اساتذه؟ خلاص اتفقنا؟ نلقاكم على خير محاضره قادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مره تقول هبدا في الوقت ده، خلاص لازم الاسبوع الجاي ده اظبط الدنيا وارتب كل حاجه واخلصها، ده انا هعمل جداول، ده انا هسوي الهوايل، وما بيحصلش حاجه عزيزي المشاهد. يجي يوم السبت وبعده الحد وتقول بقى هبدا خلاص الاسبوع الجاي عشان ابقى فايق، ما بيحصلش، مفيش حاجه. قد صرت طبيبا يا بشرى، ما خاب رجاء ليالينا، قد بات عنائي ذا ذكرى، واليوم تفوح أمانينا.